حضرتك واقف يعني انا بعمل لقاء، مش بعمل شغل برضه. مبروك يا ابو خالد، مبروك فيكم يا شباب. طب بس نمشي خطوتين يا جماعه. طيب نمشي خطوتين. دلوقتي انت شايف مشوارك اللي جاي هيكون ازاي؟ بتخطط لحاجه؟ بس شهرين يا جماعه. انا حكم العسكر. هو ده التغيير. مش اول مره بتشوف ابنك؟ لا مش اول مره جالي في الزياره، جالي في ثالث يوم. ده طبعا تغيير كبير جدا في حياتي بصراحه. انا لسه مش عارف معناه ايه. تمام. خالد حاجه ما تديش الميكروفون في وش خالد. اهو لا ما تقلقش ده حقيقي. اقول لخالد ايه بس جميل وحشنا. لكن بالنسبه يعني للسياسه مفيش اي حاجه اتغيرت. تمام. انت يعني مفيش في دماغك اي خطط في اللي جاي؟ ابعدوا الميكروفونات عن عين الواد. لا تعيش. ازيك يا جوز؟ الله يسلمك. ايوه كمان واحده يا منى. لازم نسقط حكم العسكر. لازم نسقط حكم العسكر. ولازم دلوقتي القضيه احنا متهمي ماسبيرو كلهم خرجوا، وغالبا كده القضيه في شنك. بس القضيه الحقيقيه لسه ما بداتش. لسه ما بنحاكمش اللي قتل الناس. ما ينفعش نفرح انه انا هطلع براءه. ما احنا عارفين من الاول انه مش انا اللي قتلت الناس، لكن اللي قتل الناس لسه ما جاش. احنا جابوا لنا قاضي طبيعي وقاضي تحقيق ومش عارف ايه. هل هذا القاضي هو قاضي عادل؟ هو اخلى سبيل. لكن هل هو قاضي قادر على انه يجيب اللواء حمدي بدين كمتهم اول في هذه القضيه ولا لا؟ هنا ده يبقى هو ده الموضوع. والثوره دي هتنجح لما يبقى اللواء حمدي بدين في القفص بيلعب في مناخيره، ولما تبقى انبوبه البوتاجاز ب5 جنيه. هي دي بس. طيب عن اذنكم بقى انا عاوز انبسط باصحابي وبالعيله. عايز تحسي عليه. بصوا بيلعب في مناخيره ازاي. فرحتي بعلاء كبيره جدا، وفي نفس الوقت بفكر نفسي ان ما نقدرش يعني ما ننساش الباقيين. لسه يا جماعه سامبو لسه مايكل، لسه عمرو البحيري، لسه آلاف محبوسين بأحكام عسكرية ظالمة ولازم يخرجوا كلهم. يسقط حكم العسكر. إنسان يا شباب. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. والموت العاجل والسريع. غير مستعد